بالمناسبه يعني بقول يا جماعه يعني سيبك بقى من مرحله فيتوريا بقى. طيب يعني فيتوريا خلصنا منه بقى خلاص، خلينا في اللي جاي. اشرب ينسونك، خلينا في اللي جاي. بص يا جماعه ايه بس قبل ما كنت قاعد النهارده قبل مع الاستاذ احمد جمال والاستاذ اسلام صادق قاعدين بنتفرج على المباريات. كابتن عفت ممكن بس حاجه قالوا لي يا عفت في حاجه عايزين نقول لك عليها، عايزينك يعني ألطف من كلامي في حق من يدير. حسام ابراهيم. مش حسام ابراهيم بس، مش بتكلم على حسام ابراهيم، انا بتكلم على الكره المصريه كلها. انا والله ما بكرهش حد وبتمنى الخير للناس كلها، ودايما ببص لمستقبل اولادنا بعدين. انت بتبص للكاميرا على اساس ان احنا قاعدين معاك على فكره، وكلامك ما هو انا عشان ما تقعدش تقول لي تعمل لي كده وما تعمليش كده. يعني بص انا يعني بحاول. أنا طيب ماشي، ما تشاورليش وتقول لي انت لما بتزعل حد منك خلاص خلينا اتكلم. انا لا يا كابتن، خلينا لا مش خليك انا عايز اتكلم صح. كابتن اتكلم، ما تزعلش حد منك. اوكي كابتن عفت، انت في منبر مهم. حلو جميل. من بعد اذن حضرتك جميل. ليك راي شخصي في شخص حضرتك، هقولها لك تاني ودي المره الخامسه. مش في شخص كابتن، انا مش بتكلم على شخص. مش عاجبك حد، صفحتك الشخصيه يا فندم، ايوه اعمل اللي انت عايزه. حلو يا احمد. حلو. اما في هذا البرنامج نحن ندعم منتخب مصر وندعم، انا مالي ومال الكلام انت بتقوله، وندعم حسام حسن وابراهيم حسن. لا لو اي حد جه، لو كان الكابتن علي ماهر جه كنا هندعم الكابتن. حلو قوي. لو كابتن حلمي طولان جه كنا هندعم. حلو. الكلام المرسل ده انا هقوله. لا مش المرسل. خليني اتكلم يعني بس. ايه يا كابتن؟ طيب خليني اتكلم. لا يعني ايه يا كابتن؟ ما انا هقول لا يعني ايه طيب. كلام مرسل؟ اخلص كلامي وبعد كده انت دخلني في الموضوع. بعد اذنك انا اللي بقول عليه يا احمد. لا يا كابتن عفت، بص يا احمد، لن استكمل هذا الحوار فيما يتعلق بمنتخب مصر. سيبني، انا مش بتكلم على منتخب مصر دلوقتي. من بعد اذن حضرتك انا لم اسالك. انت بتدخلها موضوع شخصي ليه يا احمد؟ بتدخله موضوع شخصي ليه؟ لم اسالك لا على حسام انت ولا على، انا اسالك على المنتخب القطري. حلو قوي. انا بس ده سؤال. وانا بكلمتك قلت لك صعبان عليا حالنا. صعبان عليا زي الفل يا كابتن، لان احنا حالنا زي الفل يا كابتن. لا مصر كبيره، مصر كبيره، ودوله عظيمه وبنيه تحتيه عظيمه، ومفيش حد احسن مننا يا كابتن في المنطقه العربيه كلها مع كل الاحترام. واحنا يا كابتن دوله كبيره، واحنا رواد الكره العربيه. هرجع لك انا يا كابتن عفت.